السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا ميس ياسمين، قناه ماما والسكولا. النهارده نشتغل انجليش مع بعض في كتاب سنه تانية ابتدائي. تعالوا احنا النهارده ناخد فيه يونت 4. هنا بنتكلم عن شجره العيله اللي اسمها فاميلي تري. طبعا grandmother و grandfather اسمهم grandparents، يعني ممكن يقول لك كده مين ال grandparents او grandparents father grandmother و grandfather نقط، فتقول ايه grandparents. mother او mom، father او dad، الاتنين دول اسمهم parents، يبقى الاتنين دول جد وتيتا اسمهم grandparents. الاطفال بابا وماما اسمهم parents. sister brother الاخت والاخ. طيب تعالوا نشوف هنا، دي اسمها tall ديت adjective يعني صفة. toy لعبة، ده noun. bag family members أفراد العيلة. car سيارة. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه ده reading. this is my father أو this is my dad، this is my mother، this is my sister، this is my brother، this is my grandmother، this is my grandfather. يبقى أنا عندي يا ولاد عايز أعرف حد من أفراد عيلتي هقول عليه this is. أي حد قريب مني هقول عليه this is my، واسم مفرد، يعني ما ينفعش أقول هنا this is my sisters، لا أنا بقول this is my sister عشان هي واحدة. يبقى this is my بيجي معاها بعديها حاجة واحدة مفردة زي father sister grandmother وهكذا. طيب تعالوا كده نسأل نشوف السؤال ده بيقول ايه. انا دلوقتي عايزه اسال واحد صاحبي عن حد في افراد عيلته، فهقول له ايه who is this، هو مين ده لو هو واقف قدامي. طيب ممكن اقول حاجه تانية، لو هو ولد هقول who is he، لو هو ولد who is she لو هي بنت. طيب للاجابه على الموضوع دوت هقول this is my mother مثلا. لو هو بيقول لي who is this فهقول this is my mother. طب لو هو قال لي who is she هقول she is my mother. who is he is my father وهكذا. يبقى who is this مين ده، who is this مين ده، who is he مين ده، who is she مين دي. طيب تعالوا نشوف هنا، خلي بالنا ان انا عندي حاجه اسمها long form وحاجه اسمها short form. اللونج فورم ان انا هو اقول who is او اكتبها who is، الشورت فورم whose. طيب اهو this is my mother. خلي بالي بقى هنا يا ولاد عندي verb to be ازاي استخدمه في المضارع البسيط. تعالوا نشوف الاول مين verb to be. verb to be ده بينقسم لثلاث حاجات او عنده ثلاث اولاد. اول واحد اسمه am، تاني واحد اسمه is، تالت واحد اسمه are. am دي ما بتجيش مع اي حاجه خالص غير I، فما ينفعش اقول am is، لا هي بتتقال ما ينفعش اقول he am، عفوا ما ينفعش اقول he am، لا هقول I am. يبقى am ما بتجيش مع حاجه غير I، و I ما بتجيش مع حاجه غير am، هما الاتنين بيحبوا بعض وما بيجوش غير مع بعض. is بتيجي مع he وشي وات والمفرد. المفرد لما اقول cat، لما اقول dog، لما اقول mom، لما اقول dad وهكذا. يبقى is ما بتجيش غير مع اي حاجه مفرده او البروناون المفرد. are بتيجي مع الجمع او ما يعادله في البروناونز اللي هو we ويو وزي. يبقى we are، you are، they are، he is، she is، it is. طيب خلي بالي ان انا عندي شكلين ليهم. فهنا لما اقول I am ده اسمه لونج فورم الشكل الطويل، الشورت فورم بتاعته am. is الاختصار بتاعها او الشورت فورم بتاعها apostrophe s. انا في am لغيت ال a وحطيت apostrophe m، في is لغيت ال I وحطيت apostrophe s، في r لغيت ال a وحطيت apostrophe re. طيب دي مش محتاجينها في الدرس النهارده. هنا بقى ايه شكل الجملة لما تيجي verb to be في المضارع البسيط. اول حاجة subject او النون عموما يعني الفاعل، ممكن يكون هي او شي او ات او زي او وي، ممكن يكون احمد، ممكن يكون علي، ممكن يكون منى، ممكن يكون هنا اند داد، ممكن يكون اي حاجة، المهم دوت بيكون الفاعل. طبعا الفاعل بياخد ما يعادله في verb to be، يعني لو هي هتاخد is، لو زي هتاخد are، لو I هتاخد am. يبقى I am بيجي بعديها ده الفورم بتاعها، الشكل بتاعها بشكل الجمله عامل ازاي. بعد كده يا هيجي ناون يا هيجي ادجكتيف. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني بعديها هيجي اسم يا هيجي صفه. فهقول كده he is a boy، هو هنا
ولد، هو يكون ولد. انا كده استخدمته في المضارع البسيط verb to be. they are doctors، هم دكاترة. she كده جه بعديها noun هنا وهنا. she is happy ده adjective، دي صفة. he is tall هو طويل. يبقى انا كده استخدمت. امتى بستخدم الفيرب تو بي او امتى اعرف ان فيرب تو بي ده مش هحط بعديه اي ان جي، او لما يجي بعديه نون او ادجكتيف. النون والادجكتيف بيجوا حافيين او يعني ما بحط لهمش اي ان جي، انا بحط الفيرب بس. فيبقى انا هنا لو الفيرب تو بي جه بعديه نون او adjective يبقى انا كده استخدمته في المضارع البسيط. طيب تعالوا نشوف هنا اهو. this is my brother he is tall my brother is short وهكذا. يبقى بيجي بعديها adjective يبقى بيجي بعديها noun. طيب بصوا بقى وركزوا معايا هنا في الجزئية دي. عندي حاجة اسمها possessive adjectives اللي هي صفات الملكية. يعني ايه صفات الملكية يا ميس؟ يعني عايزة اقول كتابي، قلمي، كتابه، قلمه، كرسته وهكذا. فاي بتبقى ماي ويو بتبقى يور. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ اي ويو احنا عارفين ان بيجي بعديها فيرب وبعدين باقي الجمله. فهقول مثلا I have a pen، فدي جمله فيها استخدمت اي. طيب انا مش عايزه استخدم اي وعايزه استخدم ماي، فهقول this is my pen. يبقى ماي ويور بيجي بعديها نون، انما اي ويو بيجي بعديها فيرب. ماشي تعالوا نشوف جمل. ها this is my pen، this is your book، this is your brother، this is your sister وهكذا. يبقى your وماي بيجي بعديهم ايه؟ بيجي بعديهم النون. عايزه اقول كتابك your pen، عايزه اقول قلمك كتابك your book، قلمك your pen، اختك your sister، اخوك your brother وهكذا. عايزه اقول اخويا my brother، اختي my sister، بابايا my father وهكذا. طيب تعالوا نشوف هنا اهو this is your toy، دي اللعبة بتاعتك، دي لعبتك. this is my brother ده اخويا. خلي بالنا هنا ان بيقول لي خلي بالك ان this is لو جاي بعديها مفرد يبقى هي كده هستخدم this is. طب يا ميس لو جاي بعديها جمع يبقى هستخدم these are. مش فاهم يا ميس؟ this is يا ولاد بيجي بعديها او ان زائد اسم مفرد. these are بيجي بعديها اسم جمع plural. مش فاهم يا ميس؟ فهميني اكتر. this is my book. طيب انا عايزهم كتير يا ميس، هتبقى this is جمعها are وماي هلغي ماي عفوا هحط ماي بوكس. طب لو هي او ان هلغيهم. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ تعالوا نشوف. لما اقول لك this is a pen وحولها لجمع يا ولاد، طبعا السؤال اللي هنا بيقول change into plural يعني حول الجمع. this is a pen فهتبقى جمعها these are. ها في الجمع بلغي وان وبحط الكلمة وبحط لها اس تبقى pens. this is my pen تبقى these are my pens. this is my car these are my cars. طيب خلي بالي هنا اس الملكية. ايه اس الملكية ديت يا ميس؟ لما اقول بابا احمد مثلا هقول احمد has a car. it is احمد the car، عربية احمد. ابو احمد، احمد the father. قلم احمد، احمد the pen وهكذا. يبقى لما اضيف apostrophe اس النون لما يجي بعديه apostrophe اس مش معناه يكون او تكون. يعني ما ينفعش اقول احمد is a boy، لا دي حاجة تانية خالص. انما ديت احمد the pen هيجي بعديها نون. احمد the book، احمد the car، احمد the cat، احمد the dog وهكذا. يبقى الابوستروف اس هيجي بعديها ايه؟ ديت معناها ايه؟ معناها ان الحاجة دي بتخص الشخص ده. طيب تعالوا نحل الاسئلة هنا. this is sister. ها this is I sister ولا my sister؟ اتفقنا ان اختي معناها هقول my sister. that is not desk. ها that is you desk ولا your desk؟ لا ولا I desk تبقى your desk. that is not father. ها ألي father ولا أليس father ولا ألي is؟ طبعا ما ينفعش ألي is دي لأن معناها علي يكون، إنما أليز يبقى ده حاجة تخص علي يبقى أبو علي. نهى is not friend. نهى is my friend. طبعا دي غلط.
نقط is your tablet. ها this ولا they ولا the؟ طبعا الجملة بتقول this is. are my toys. هقول these ولا this ولا the؟ طبعا these are، انما this بتاخد is. this my bag. this is my bag. طبعا دي محلولة غلط. هنا هنحل برضو الأسئلة بتاعت الجرامر اللي هنا. طبعا لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش تحطوا لي لايك لو سمحتم. علي is my. ها علي ده brother ولا mother؟ لا ده brother، ده ولد. أميرة is my sister ولا father؟ أميرة دي بنت هتبقى sister. my not is 60 years old. مين اللي عنده 60 years old؟ مين اللي عنده 60 سنة؟ grandmother ولا baby؟ لا طبعا grandmother. who ولا how is this؟ this is my father. طبعا who is this؟ who أداة استفهام بتسأل عن العاقل. who بأداة استفهام بتسأل عن أشخاص أو بتسأل عن عاقل. this not my bag. this is ولا this are؟ طبعا احنا عارفين ان this بتاخد is. it's not pen. سلمى ولا سلمز؟ عايزة أقول ده قلم سلمى. ها تبقى سلمز pen. this ولا these are my pencil cases؟ ها تبقى these are. this is my sister. ها he ولا she؟ طبعا البنت بتاخد she فتبقى she is short. this is my grandfather. ها he is ولا he are؟ طبعا he is. هنا هنقرأ القطعة ديت وهنحط صح وغلط، وهنا هنرتب وده اللي يهمني. has car أحمد a. أحمد has a car. brother أمير my is. أمير is my brother. طيب هنا هنختار طبعا this is my family. my brother is tall. ها who is this؟ he is my grandfather. who is this؟ this is my mother. طيب هنا this is my father. he is tall. this is my sister ولا she is kind؟ يبقى she is my sister لأن my بيجي بعديها noun. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لأول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.